أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض التشيز كيك على شكل الزيبرا. طعمها حلو قوي وشكلها مميز جدا. يلا بينا نبتدي. أول حاجة هنجيب مية ونزود عليها بودرة جيلاتين ونقلبهم كويس مع بعض ونسيبها لمدة 10 دقايق. أنا سايبالكم كل المقادير والمكونات تحت في الديسكريبشن. وفي العشر دقايق دي هنبتدي نجهز أول طبقة في التشيز كيك اللي هي طبقة البسكوت بالزبدة. هنجيب أي نوع بسكوت شوكولاتة تفضلوه ونطحنه كويس وبعدين نضيف عليه زبدة سايحة ونخلطهم كويس جدا مع بعض. وفي صينية مقاس 22 سنتي من النوع اللي بيتفتح نحط الخليط ده ونضغط عليه كويس لغاية ما يبقى كله سوا واحد. نيجي بقى للطبقة التانية وهنحتاج فيها جبنة كريمي، كريمة خفق، زبادي، لبن، سكر، عصير ليمون، ونضيف عليهم خليط الجيلاتين اللي جهزناه في الأول ونخلطهم كويس جدا مع بعض. ودلوقتي هنقسم الكمية على طبقين. أول طبق هنضيف عليه لون طعام أسود ونقلبه كويس، والطبق التاني هنسيبه زي ما هو. وبعد كده نبتدي نصب الخليط مرة أبيض ومرة أسود بالشكل ده لغاية ما نخلص الكمية كلها، وبعدين نحطها في الفريزر لمدة ساعة ونص. وبس كده خلصت وصفتنا النهاردة. ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتس، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والجرس عشان تتابعوا وصفاتنا أول بأول. وبالهنا والشفا.